اختار 10 وجبات قادرة على قتلك. الدونات المبرومة أو الدونات هي نوع من المعجنات عالية السكر، بحيث أن قطعة واحدة فقط من الدونات تحتوي على نسبة 300 سعرة حرارية، وبسبب طعمها اللذيذ فإن الإنسان يتناول أكثر من قطعة واحدة في الوجبة، وبسبب الدهون الغير المشبعة والسكر الهائل فإن الإنسان سيعاني من زيادة الوزن بشكل كبير جدا. كما أنها تحتوي على مادة كيميائية مسرطنة توجد أيضا في السجائر تسبب في مرض السرطان المميت. الصودا يعتبر مشروب الصودا من أخطر المشروبات الموجودة في الأسواق بسبب السكر الهائل الذي تحتوي عليه مشروبات الصودا، ورغم أنها لا تحتوي على قيمة غذائية مهمة إلا أنها منتشرة حول العالم بسبب مذاقها فقط، وفي الغالب فإنها تسبب أمراض خطيرة جدا ومنها بعض أنواع السرطان. رقائق البطاطس. قبل شراء كيس من رقائق البطاطس عليك أن تفكر جيدا في حياتك، وعليك معرفة مقدار المواد الكيميائية الخطيرة التي تحتوي عليها هذه الرقائق، ومنها مادة الأكريلاميد التي تتكون في الأطعمة المقلية بعد تعرضها إلى درجات حرارة مرتفعة للغاية، وبكل تأكيد هي من المواد الخطيرة جدا التي تسبب السرطان وتنتهي بالوفاة. حبوب الإفطار. حبوب الإفطار من الأطعمة اللذيذة التي يفضلها الأطفال كوجبة للإفطار، وحتى أن بعض الآباء يقدمون حبوب الإفطار للأطفال وفي نفس الوقت يمنعونهم من الحلوى، رغم أن حبوب الإفطار تحتوي على نسبة من السكر أكثر من التي توجد في الحلوى، والقليل فقط من الشركات تقوم بإنتاج بعض حبوب الإفطار الخالية من هذه المواد. اللحوم المصنعة. في الآونة الأخيرة بدأت اللحوم المصنعة من غزو الأسواق العربية بشكل مخيف، والأخطر أن الكثير من الأطفال يفضلون تناول اللحوم المصنعة، ومن غير المعروف أنها تعتبر من أكثر مسببات مرض السكر، وبحسب منظمة الصحة فإن تناول 50 جراما فقط من اللحوم المصنعة يزيد فرص تطوير السرطان بنسبة 18%. عصير الفاكهة. عند شراء عصير الفاكهة من السوق فإنك تعتقد أنك قمت بشراء مشروب صحي، لكن الحقيقة شيء آخر. إن عصير الفاكهة يحتوي على نسبة مهمة من النكهات الاصطناعية والكثير من المواد الكيميائية التي تسبب في أمراض خطيرة جدا، ومن الواجب عليك معرفة أن كاسا واحدا من عصير الفاكهة يحتوي على أكثر من 7 قطع من السكر، وهو تقريبا نفس نسبة السكر الموجودة في الصودا، وفي الغالب فإنها تسبب السرطان. الطماطم المعلبة. الكثير يفضل استخدام الطماطم المعلبة على الطماطم العادية بسبب سهولتها، لكن من غير المعروف احتوائها على بعض المواد الخطيرة التي تستخدم في حفظها في تلك العلب، وبحسب بعض الدراسات فإن الطماطم المعلبة تسبب أمراض خطيرة جدا ولا يستهان بها مثل أمراض السكر والسرطان وأمراض القلب الخطيرة. المارغرين. الكثير يفضل استخدام المارغرين على الزبدة، لكن من غير المعروف أن المارغرين تحتوي نسبة مهمة من الأحماض الدهنية الغير مشبعة والضارة، وبحسب الأطباء فإن المارغرين تسبب أمراض خطيرة جدا منها زيادة الكوليسترول الضار في الجسم وزيادة فرص الإصابة بالسرطان بشكل كبير. الهمبرجر. يعتبر الهمبرجر من أكثر الوجبات اللذيذة الموجودة في الأسواق، وفي الغالب فإن الجميع يعلم المخاطر التي يسببها تناول الهمبرجر، منها الإصابة بالسمنة وأمراض السكري والكثير من الأمراض الخطيرة، وهو الأمر الذي يجعلها أحد أخطر الوجبات الموجودة في الأسواق العالمية والعربية. التفاح. من الغريب جدا معرفة أن التفاح يعتبر من الوجبات الخطيرة، لكن الحقيقة أن التفاح هي من أفضل المأكولات التي يمكن الحصول عليها في الأسواق. الخطورة ليست في التفاح وإنما في بذور التفاح التي تحتوي مادة السيانيد، وهي مادة خطيرة جدا عند تناولها تستطيع قتل الإنسان بسهولة تامة. جدير بالذكر أن هذه المادة توجد أيضا في الكمثرى والمشمش والخوخ وحتى الكرز. بعد المشاهدة، في نظرك ما هي أخطر وجبة بين هذه الوجبات؟ في الأخير لا تنسى الاشتراك في قناة أعرف لمشاهدة المزيد كل يوم، كما يمكنك أيضا مشاهدة الفيديوهات السابقة على القناة. في أمان الله.